يا مساء الفل عليكم يا حلوين، وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه؟ فلوج، بس فلوج ايه؟ جامد على الاكل. اول مره هتشوفوني وانا باكل، وهعرفكم على المطعم. اكل يمني بس تحفه يا بنات. بس قبل كل حاجه ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت حلو زيكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم فيا ايه. واسفه طبعا على الصوت وعلى الازعاج اللي احنا فيه ده، بس احنا في المطعم يعني مش هنقدر نسكت حد. بس انا حبيت اخدكم معايا الفلوج ده سريع كده اهو يا حبايب قلبي. وده الاكل، ده مندي لحم، وده مصبي دجاج لسه بقيه الاكل مش جه، وده جرجير، دي الشوربه، وطبعا ديت الصلصه بتاعت المندي. هات كمان مندي واحد مندي كده الاكل، بقيه الاكل جاي. يلا يا حبايب قلبي هرجع لكم تاني. دي الشوربه بتنزل عشان انا من تصويري ضيعت عليهم الشوربه وهي سخنه، فغيروا لهم الشوربه. بصوا يا حبايبي، انا قاعده دلوقتي في المطعم، بس انا طبعا معايا ناس مش هقدر اجيب التصوير عليهم عشان كل واحد عنده حريه شخصيه، فانا مش هجبر حد ان هو يطلع معايا. فاحنا دلوقتي بناكل، فانا جايبه لكم عليا انا بس. انا مبسوطه ان انا شايفاكم، انتوا مبسوطين ان انتوا شايفيني؟ عايزاكم تردوا عليا بقى في الكومنتات، مش تسيبوني اكلم في نفسي. الاكل تحفه، طعمه يجنن. هو مش شكل بس، هنا في المطعم مش شكل بس، انا ساكنه بعيد عنه قوي بس باجيله مخصوص. اللحمه دايبه، مش قادره ارفعها اصلا من كتر ما هي دايبه. فانا حبيت ان انا افتح لكم الفيديو كده واتكلم معاكم. اي نعم انتم مش شايفين الاكل وشايفيني انا بس انا احسن من الاكل مسلياكم حبايبي. طبعا انا مش عارفه اركز مع التصوير ولا عارفه اركز مع فيديو، انا بس مركزه في الاكل. سامحوني انتوا عارفين لما حد بيجوع ما حدش بيسيطر عليه. وسامحوني مره تانية، انا اسفه ان على الدوشه بس غصب عني. انا في مكان عام مش هحكم على الناس اسكتهم يعني. معانا اطفال، معانا ناس صحابنا، ف اسفه طبعا على طريقه التصوير لو مش عاجباكم. انا مش جايبه الاكل طبعا، مش جايبه الكادر الاكل معايا، بس استحملوني. هحاول اظبط معاكم بعد كده. انتوا خدوا كده، خدوا ودوا كده على وشي عشان هتشوفوا كتير. ومش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه احنسكم ومش عايزه اجوعكم، وعلى الاكل وجمال الاكل. حبايب قلبي من جوه، دي النتيجه بعد ما الاكل اتنسف. الف هنا على اللي كل. احنا كان معانا ناس صحابنا بس هما ايه، راحوا يغسلوا ايديهم، وطبعا اكيد واقفين لي بره عشان انا اصور. يعني عندهم التصوير مش عارفه فيه ايه، اكني بكهربهم. فاحنا دلوقتي كلنا، هنشرب الشاي بعد الاكله المتينه دي. هنقعد شويه ونشرب الشاي ونمشي. يلا يا حبايبي اشوفكم بعدين. حبايب قلبي. وكده الشاي وصل بعد الاكله المتينه دي، بس برضو وصل البنادول مع الشاي. كنت اشرب معاكم الشاي واقول لكم على الاسعار في المنيو. هي عامه الاسعار يعني الدجاج بيبدا من 30 درهم، انما اللحم هنا بيبدا من 80 درهم. انت وذوقك في كميات على حسب الكميه اللي انتوا بتطلبوها، لو انت فرد او انتوا مجموعه مع بعض. هنا الاكل حلو ونضيف وناس محترمه، ويعني بيتعاملوا كويس، وطلبك بيجي يعني مفيش 5 دقايق بالظبط بيكون طلبك جاهز. فهنا الاسعار حلوه
بس بقى اللي هيدخل على الحاجات اللي هي الايه، والسمك هنا من بدايته من 50 درهم. في بقى حاجات كتير وحاجات تخص الهنود وفي كبد وفي اسماك وفي لحوم، كل حاجه موجوده هنا. في بقى على حسب، ممكن تطلب تيس على بعضه وممكن تطلب نص تيس، يعني انت بقى والناس اللي انت جاي معاهم، انت وذوقك انت يعني الاسعار متفاوته. بين من اول 30 نص دجاجه مصبي او مندي او مدفون او اللي هي الزروبيان دي، ده كله 30. بعد كده بقى انت بتزود في الكميات، بتزود في طبعا السعر بيزيد. بس انا حبيت اديكم المعلومه دي يمكن تستفادوا. ده المطعم اليمني للمندي في ابو هيل، صح يا حبيبي؟ في ابو هيل، ها، في ابو هيل. استنوا اشوف لكم ابو هيل ده الفرع الرئيسي، في الخصيص، وفي انترناشونال سيتي، وفي شارع الرقه، وفي راس الخيمه، وفي الشارقه، وفي امريكا. عاملين فرع في امريكا كمان. يعني هي دي الفروع الموجوده. بس انا حبيت اعرفكم المعلومه دي، ممكن تفيدكم، ممكن تفيد حد قاعد هنا في البلد، او في ناس جايه على هنا. هتعملي سيرش على جوجل هيطلع لك عادي خالص المطعم اليمني للمندي في ابو هيل مثلا. ده المطعم الرئيسي. بعد كده ده الفروع بتاعته. انت اول ما هتعملي سيرش على جوجل، او اول ما هتعملي سيرش على جوجل هيطلع لكم على طول. هو اكله كويس واسعاره كويسه وكل حاجه انا شايفاها كويسه، وشايفه يعني الناس هنا محترمه جدا. ودلوقتي حبيت انهي معاكم الفيديو كوبايه الشاي واقول لكم مع السلامه، واشوفكم الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، كومنت حلو زيكم. وهستنى برضو رايكم في الكومنتات لو في اي حاجه ممكن تقولوها زياده، في حاجه عايزين تعرفوها، في اي تعليق عليا. انا نفسي انا بقبل اي حاجه، ما بزعلش. يلا مع السلامه، اشوفكم على خير.